فهمنا شنو السالفة. البث الصور حبايب قلبي هو كله الناس صورته، واكيد راح ينزل لكم. وانا بالنسبة لي راح اشرح السالفة بالادلة وبالبراهين ماشي، وانزلها كلها بفيديو، لان لا هنا دا يفيد ولا بالانستغرام دا يفيد. انا اعرف ان انزلها، ولما انزلها راح انا اعرف شلون شو اسمه. صدق طشلان حتى سنابه نشرته. هو اعلان براسي، باكر عقبه يسوون هاي السالفه ويا واحد غيري والى اخره. شوف هنا ايش دا يقول؟ كل هذا الشيء انت ملفقه. ماشي حبيبي، روح الله يسهل لك، روح والله لو تموت ما اطششك هنا أنا. والله لو تموت ما اضوقكم الغايه، واذا ضقتوا هاي الغايه راح تضوقوها. انا اعرف شلون اضوق لكم اياها، سهله. راح تضوقوها بطريقه كلش مرتبه لما الناس تاكل وجهكم. سهله. انتم مو عبالكم انه الستوريات لحد هنا ونسدد السالفه. لا ما تنسد السالفه عندي. لما اني اجي بالبدايه اريد اقدم خير وبعدين تنقلب علي الطاوله واطلع انا غلطان بالاخير، لا ما انهيها. وحق ربكم وحق الله اللي خلقكم اثنيناتكم انتم ما راح انهيها للسالفه. والله لو 20 سنه اظل ابحش وراكم واطلع سوالفكم اسويها. سهله. بابا خلي يولون. شلون؟ حسابك الانستا ما يطلع عندي ليش؟ احتمال اختي حاضرك من الانستا ما اعرف. فاني كل الناس اللي حضرتهم من الانستا راح اشيل الحظر من عندهم، لان حضرتهم على مود انسان ما تستحق. هو نشرنا كل شيء يصير احنا وياك، صار تدللوا. هي شوف هاي الخطة اللي دا تسويها هسه علي والقبلها من البداية كانت حايكتها. خل اسولف لكم سالفة على مود الكل يعرفها. مرة من المرات بنيامين تمرض، خذوه للطبيب. من اللي وصلهم؟ اللي وصلهم رجل اختي. فقالت له بالحرف الواحد، واتحداها ذا تنكر هذا الكلام. قالت له بالحرف الواحد، قالت له انه اني اصبر لي هذا الشهر، هذا الحكي بشهر العاشر، بشهر ال11 ذيك السنة، بشهر ال11. قالت له اصبر لي هذا الشهر، انا بالنسبة لي انا وهود ما نظل. قالها ليش؟ تهدي بالرحمن. قالت له اي بيني وبينك الحكي، انا بالنسبة لي هذا الشهر اخلص تمام. وابلش انه ما اتقرب الهود وانهي كل شيء وياه. الولد ورا يومين من سماع هذا الكلام اجى سولف لي، تعاركت وياه وقلت له تريد تخرب عائلتي وروح منا، وردنا الا شوي نصير نضارب. ما صدقته. حقيقية، طلعت السالفة حقيقية. ورا شهر طلعت ببث مباشر تلعلع وفضحتنا فضيحة الله. وفعلا طبيت قلت له
سولف لي، طبت الرجل اختي، قلت له سولف لي شنو الحكي اللي صار بينك وبينها بذاك اليوم؟ قال انا وصلتهم قالت لي كذا وكذا وكذا. هاي اللي مرة طلعت تستعطفكم بالبث المباشر. ها غير هاملها واروح اجيب لها محبس الماس وبي ذهب، مو هاملها. ما شاء الله على هيك همال. هذا الهمال اي وحده تمناه، والله اي وحده تمناه هذا الهمال. كل احنا وياك. نعرف كذابة. موتتنا بالمحبس. لا ما موتتكم بالمحبس، على شنو؟ ليش هذا حق واقوله بكيفي، شو وقت ما اقوله؟ ورا 20 سنة هم اقوله، حق هذا فلوس، مو تحكي عليه اهتمام. هذا اهتمام لو مو اهتمام؟ انتم تريدون ارد لو ما تريدون ارد؟ لو شنو؟ لو انتم جاي من طرفها. هود للضوج انا حاسب هالشعور. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يعني ايش كل احنا معاك؟ يعني الناس ايش راح تسوي لك ود؟ الناس خير وبركة. الناس خير وبركة، شنو ايش تسوي لي؟ يكفي كلامهم. شوفوا حبايب قلبي، بالنسبة للناس اللي هسه طلعوا لي بسالفة القديمة، خل اشرح لكم اياها انا لان اكو ناس هواة ما سمعتها، واتمنى من هذا الكلام يتصور وتدزوا لاقربائكم من ناسكم على مود تفتهمون هاي السالفة. شوف حبايب قلبي، قبل سنة ونص ماشي، قلت لها يا بنت الحلال عوفي هاي السوالف، عوفي سوالف الهشك والبشك والمرقصة. ما عافتن، امها ما قدرت عليها واخوها ما قدر عليها. قبل 3 سنين حاكيتها، بداية زواجنا كنا بتركيا بسكاريا، قالت لي جدة انصحك، قلت لها تعدلي كذا ترتبي مدري شنو، افتهمت الترتيب انه تنزع حجاب. نزعت الحجاب. انا ظليت لا من حلق ولا من اذاني. قاطعت امها تقريبا 6 شهور. قلت يا بنت الحلال انا بالنسبه لي اريد مره تحترمني، تقدرني، توجبني، تسمع كلمتي. ما سمعت كلامي، وكل ما اقول هاي الكلمتين ثاني يوم تسوي شغله عناد وعناد. وانا ما بليت حيله. شنو شو اقدر مثلا؟ انا مو من النوع اللي يمد ايده وكذا وهالحكي هذا. انا مو من هذا النوع مال الزلم، واكره رجال هيك يسوي اصلا. واسالوها هي اذا فد يوم ما تديد عليها. عاد وراها انا قلت لها، قلت يا بنت الحلال اول مره نزعت حجابك، قلت لك يابا ترى اذا ما تعدلين انا بالنسبه لي اشوف انسانه اتزوجها، على الاقل اريد احس بالاحترام. يعني اخي بعدني شاب اني، اريد احس بالاحترام، اريد احس بالتقدير، اريد احس بالمحبه، اريد احس بالدنيا، اريد احس بالاسلام. من حقي. ما اتعظت، قلت يابا خل احتويها وخل ادللها واعدلها وما ادري شنو، يا دوبك قدرت اخليها ترجع للحجاب. رجعت للحجاب، ورا 3 ايام طلعت القذله ورجعنا نفس القوانه. قلت يا بنت الحلال عدت السالفه عليها يا معوده. انا بالنسبه لي اذا تريدين تقولين انه اني ما احترمك قولي لي على موداني يا بنت الحلال اروح اتزوج، ما بيها شيء. اريد انسانه تقدرني، اريد انسانه تحترمني. هذا سولف الموضوع اللي يقول عليه خيانه وما خيانه. الى ان اخر شيء جتي فاجاتني بسالفه، قالت لي انت اذا تريد تتزوج واذا تريد تحب قل لي على مود انا هم اسوي نفس الشيء. اتحداها اذا تنكر هذا الكلام، واجيب القران على هذا الكلام. ثواني
ثواني ادجي بالقرآن على هذا الكلام. وحق هذا القرآن يمين علي إلى يوم الدين. شكو كلام راح أقوله بيني وبينكم القرآن، يمين علي إلى يوم الدين والقرآن الكريم. قلت لها يا بنت الحلال شنو اللي قصدتي؟ شنو تقولين انه اذا انا تزوجتي كذا تاخذين راحتك وما ادري شنو؟ قالت لي شكو بيها؟ قلت لا يمكن هاي تريد تغورني مثل من الحكي هذا. انا انسان الحمد لله والشكر، اعرف ثقافتي واعرف عقلي واعرف كل شيء. كان ايش قالت لي؟ قالت لي لا انا كلامك حقيقي. قلت لها كلامك حقيقي؟ قالت لي كلام حقيقي. قلت لها انا ما يناسبني هذا الشيء، ماشي؟ المهم تلافيت السالفه ومن هالحكي هذا. فاني وراها مباشره شفت الامور مدى تتعدل، شفت كذا، شفت لعبان نفس. فاني لا خنيت ولا بطيخ، اني رايح اخطب على سنه الله ورسوله. بس هاي السالفه. ليش اللي يتزوج مثلا اثنين بعلم الاولى اذا هي الاولى ما عرفت تحتويه، هاي تعتبر خيانه؟ اذا تعتبر خيانه فاني خاين، واذا تعتبر هذا شرعا وقانونا عادي ما بيها اي اشكال. لا تبرر، ما قاعد ابرر، انا قاعد اشرح حبايب قلبي فدوه لعمركم. اروح لكم فدوه، انا لا قاعد ابرر ولا اريد ابرر ولا ابد، لان انا بالنسبه لي بنهايه هذا الموضوع والهوسه كلها انا المهم اوقف قدام نفسي بالمرايه، اعرف نفسي ايش دا اسوي، واعرف نفسي واثق من نفسي واعرف نفسي كل الزين، ماشي؟ هاي السالفه كلها. على كل حال حبايب قلبي، هذا الكلام اللي عندي وهذا الكلام اللي حكيته، ماشي؟ وكان بيني وبينكم القرآن. على كل حال وإن شاء الله الجاي راح يعجب الكل، جاي راح يعجب الكل. يعني هي تدري انه انت عمي تدري كل شيء، تدري كل شيء، تدري افتهموها والله كل شيء تدري، والله كل شيء تدري، كل شيء تدري. تدري بيه راح اتزوج، وتدري بيه راح اخطب، وتدري بيه كذا، وتدري بيه كذا، وكل شيء تدري. لكن هي لما ندرت وجهي وطلعت من العراق، ماشي؟ قلبت علي واخذت حسابي على مود تسكتني، واخذت قناتي على مود تخرسني، اخذت حساب الكبير مال انستغرام، واخذت حساب مال التيك توك ذاك القديم، واخذت كل شيء في سبيل ما تخليني اوصل لكم وجهة نظري. وطلعت حكيت لما كان حساب التيك توك ضعيف ولما كان حساب الانستغرام ضعيف، طلعت حكيت وكانوا يشوفون ستوريات ناس قليله مو هوايه، ماشي؟ وطبعا اللي يشوفون قليل مثلا اذا شافوني 5000 واحد، هي عدها يشوفوها 80,000 واحد. طبعا هذول 80,000 يهجمون علي يكسروني. على كل حال انا بالنسبه لي يا حبايب قلبي والله تعبت نفسيتي، ومو تعبت نفسيتي انه مثلا قدروا انه يكسروني، لا والله بعمر ما راح انكسر وراسي راح يظل مرفوع. لكن هيجي لعبه معفنه انا ما كنت متصور بصراحه ابد.